كريم رسول الله والله أكرم، وهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وألف خير. بس كده قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي، حابة منكم بس كده من حبايبي واخواتي تدعولي بالشفاء. امبارح والله يعني الحمد لله رب العالمين كانت رجلي مألماني كده وبنتي الصغيرة وقعت على رجليا وانا قاعدة كده على الارض. راحت رجليا حصل يعني تمزق في الاربطة وشرخ، وعملت لها كبيرة. رحنا امبارح للدكتور المستشفى وعملت في رجلي كبيرة، فأسألكم الدعاء ليا لأن الألم فظيع جدا جدا. ربنا ما يكتبها عليكم يا رب، فاللهم لك ألف حمد وشكر يا رب. فإن شاء الله الفيديو بتاعنا كده هيكون خفيف، هفكرك بس ببعض الحاجات علشان ما تفوتيش لحظة من غير ما تاخدي حسنة وانت في الأرض الطاهرة وفي الأرض المباركة. بس قبل ما أكمل الفيديو بالله عليكي ما تنسي اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. بالنسبة يا بنات للصدقات، لازم يبقى ليكي كده وانتي قبل ما تسافري اعملي حسابك لازم تعملي صدقة هناك على قد امكانياتك. ما معكيش فلوس بصحتك، ازاي يا ام روضة؟ ساعد اي حد، هتلاقي هناك كتير ناس كتير محتاجة مساعدة. ما تستخسريش صحتك في حد، ما تقوليش ده هي مش فاهماني وانا مش فاهماها ومش هعرف اعمل لها حاجة. مش هعرف اعمل لها حاجه. هتبص تلاقي كده ست عجوزه ما هيش عارفه تربط الشرب بتاعها، اربطه لها. تبص تلاقي عايزه حد يلبس الحذاء بتاعه. اقسم بالله يعني مش بقول كده يعني ان انا بجاهر بحاجه، او ان انا مثلا هي مش معصيه ولا حاجه عشان اجاهر بيها. عفوا، لا، قد ما انا يعني الحاجات دي بتبقى مخفيه، فاهمه؟ هتلاقي ناس هناك كتير، هتشوفيها بعينيكي، يعني مصابين عندهم ألم في رجليهم مش عارفين يلبسوا الحذاء. ما يجراش حاجة، كلنا ولاد تسعة، كلنا يعني عباد الله. لبسيها الحذاء، ايه المشكلة؟ ايه العيب في كده؟ ايه عيبك في كده؟ والله يا بنات كنت بلاقيهم كده قاعدين على الكرسي بيصلوا، مش ضروري يكون عواجيز او مش ضروري يكون كبار في السن، ممكن يكونوا هم سنهم صغير بس تعبانين. لبسيها الحذاء يا ستي، ده ربنا هيرفعك عنده. حاجات بسيطة بس بتفرق قوي 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 عند ربنا سبحانه وتعالى. انت كده دي اقل حاجة، اقل صدقة. والله مقتدرة والدنيا معاكي شوية حلوة، خدي معاكي تمر اقل شيء، حطيه في شنطتك. علبتين بسكوت اعمليها كده تصدقي بيها للاطفال اللي بتكون هناك. طفل بيعيط ومامته بتصلي او بتقرأ قرآن، سكتيه انت ببسكوت او بحاجة حلوة معاكي. دي بصي انا شايفاها كده اقل حاجة، مع اني انا شايفه اكبر حاجه ان انت تساعدي الناس، تساعدي المحتاج بصحتك بقى. شايفه ان انت متطوعه كده في هناك حاجات يعني. بس دي بقى عايزه الشباب الصغيره والبنات اللي هم ايه، بيكونوا فاضيين شويه ان هم بيساعدوا الناس اللي هي المعاقه في الحركه. بيوزعوا ماء وبيوزعوا الاكل الوجبات. فالشباب دول بيكونوا متطوعين بدون اجر طبعا لله، فربنا يتقبلها منهم يا رب. وطبعا افكار كتيره طبعا منها المصاحف. لو المادية تسمح شوية روحي هناك لمطبعة، أو طبعا في هناك في أصلا مطبعة في الحرم مجانا بتوزع المصاحف في أوقات كده معينة مجانا. لا انت بقى اعمليها كده وقف لله سبحانه وتعالى، والراجل كده بيختم لك على المصحف وقف للحرم. ده بيبقى تبع الحرم، يعني ما يحقش لأي حد ان هو ياخده معاه بيته او يرجع بيه بلده. فاهمة ازاي؟ لان ده بيبقى معمول هناك لله. برضو من ضمن الحاجات والأفكار الجميلة، ربنا يسعدنا جميعا يا رب ونقدر نعمل الحاجات دي. الكراسي، سواء الكراسي اللي هي متحركة أو الكراسي اللي هي اللي بتتني وبتتفرد دي اللي هي المظهر. طبعا تقدري بقى تعملي منها أي كمية، وبيكتب برضو عليها وقف للحرم، وتاخديها انتي وتحطيها بإيديكي في الحرم. فكل الحاجات الجميلة دي كلها أفكار بتخليكي ان انت تبقي راجعة كده سعيدة وحاسة ان انت عاملة. على فكرة الحاجات دي يعني انت بتعمليها صدقة جارية على روحك وعلى نفسك. في حياتك بتاخدي حسنات، وبعد مماتك بعد عمر طويل ان شاء الله الحسنات برضو بتروح لك هناك. فربنا يسعدنا جميعا ونعمل، وربنا يتقبلها منا ومنكم يا رب، اللهم امين. حاجة كمان كنت حابة اضيفها، ان في هناك وجبات اكل بتتعمل لو انت قادرة يعني بتشاركي هناك في الاكل. هسألكوا برضو هو فين المكان بالظبط. تقدري مثلا تقولي للشيف اللي بيعمل محتاجة النهاردة مثلا 50 وجبة، بيقولك على التكلفة بتاعتهم، وبتدفعي التكلفة، وبتيجي انت تستلمي منه ال50 وجبة ال20 وجبة ال10 وجبات على حسب مقدرتك، وبتاخديها انت وبتنزلي انت للناس وتوزعيها.
هقولك برضو المكان بتاع الشيف ده فين بالظبط، علشان تعملي حسابك في ماديات، في روحك المعنوية وانت رايحة تبقي ماشية كده مبسوطة ان انت عملتي حاجة لله. وتخيلي بقى الناس الجميلة اللي هناك الطاهرة اللي في المكان الطاهر ده بيدعولك، فيا رب كده يجعلها في ميزان حسناتك يا رب، اللهم امين. حابة بس افكرك لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، بالله عليكي ما تنسي اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. برضو من ضمن الحاجات الجميلة اللي تقدري تعمليها، سواء تاخديها معاكي او تشتريها من هناك، ايهما اوفر ليكي طبعا، السبحة او المسبحة الالكترونية، او الكتيب اللي بيكون فيه الادعية اللي بتتقال في الصفا والمروة، او الادعية اللي بتتقال اللي هي اول دخولك للكعبة الشريفة. وبرده كمان في كتيب كده بيبقى مكتوب فيه اذكار الصباح والمساء. الحاجات دي افكار جميله جدا جدا جدا. انا كنت ببقى سعيده جدا منين ما امشي الاقي الحبايب هناك بيدوني، وكنت بدعي لهم، وكنت بشوف الابتسامه الجميله في عينيهم والفرحه ان انت ساعدتيهم ان هم ياخدوا اجر وياخدوا حسنات. فربنا يا رب يتقبلها منا ومنكم. فتخيلي كده كم واحد كده لما يذكر اسم ربنا على حاجه انت مهديها له، طبعا انت بتاخدي اجر وهو كمان بياخد اجر. فالحاجات البسيطة دي بتفرق جدا جدا جدا. على فكرة بتفرق كمان في يعني في روحك المعنوية، بتبقي مبسوطة كده. العطاء ده حاجة جميلة جدا، محسش بحلاوته غير اللي جربه واللي متعود عليه. لما تشوفي الفرحة في عيون اللي قدامك وتشوفي كده يعني وتحطي نفسك مكانهم، بيكون احساس جميل جدا. ربنا يسعدنا، ربنا يرزقنا من عنده من فضله، وندي ونفرح اللي حوالينا ونفرح اللي معانا. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يا رب كده يجعلها عمرة مقبولة ويكتبها لنا جميعا يا رب مرارا وتكرارا، اللهم امين يا رب العالمين. واحب اشكر حبايبي اللي بيكتبوا لي كلام حلو في التعليقات. ربنا يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم، اللهم امين يا رب العالمين. عشان معرفة الناس برضو الطيبة دي كنوز. لما تلاقي حد كده تبقى انت في ضيقة وتلاقي حد يطبطب عليكي ويقولك استمري، احنا معاكي، احنا بنحبك، ده بيبقى فضل كبير جدا جدا عند ربنا. ربنا ما يحرمنيش منكم.